اليوم سوف يكون عبارة عن أننا نفتح كاميرات عشوائية في جميع أنحاء العالم على المباشر، لأن عبر ملايين اللحظات المشوقة والغير متوقعة التي تحدث في العالم سوف نشاهد كاميرات عشوائية على المباشر لمحلات وسوبر ماركات ومغاسل الملابس وغيرها. بعد ما انتهينا من شرح فكرة المقطع الآن سوف نبدأ. بعد بحث طويل ومتعب وأخيرا قدرت ألقى أول كاميرا موجودة في فرنسا. الموضوع ما كان سهل أبدا، لأن الكاميرا موجودة في موقع غامض وغير معروف على جوجل، وحتى محظور نوعا ما لأن يطلب منك السماح باستخدام بياناتك قبل ما يفتح. لكن بعد كل جهد وصلنا له، والآن خلونا نشوف مع بعض واش اللي ظهر في هذا الموقع وكاميرا الويب موجودة فيه. بعد ما دخلت الموقع ما توقعت أبدا أني أقدر أشوف أي كاميرا مباشر من أي مكان في العالم، بس حاب أنبهكم معظم الكاميرات اللي على الموقع مخترقة، لأن أغلبها تابعة لمحلات وكاميرات المنازل وغيرها. لأن معظم الكاميرات الموجودة في العالم مثل كاميرات المحلات والسوبر ماركت وغيرها تمتلك نظام دفاع ضعيف يسهل اختراقه. بدون إطالة عليكم، الآن سوف نشاهد اللايف الأول ونشوف ماذا يحدث فيه. أول شيء نشاهده هذا الرجل الذي يرتدي جاكيت بالأزرق والأبيض. تخيلوا أن هذا عمك تتصل به وتقول له عم أشاهدك على المباشر، الصراحة راح تكون صدمة كبيرة له. لا يوجد أي شيء غريب، يوجد أشخاص ينتظرون يتم غسل ملابسهم ولا يوجد أي شيء آخر. بما أن لا يوجد أي شيء غريب، الآن سوف نقوم بتسريع اللايف ونشوف ماذا يحدث. كما نشاهد اللايف لا يوجد أي شيء غريب. بعد تسريع لللايف لا يوجد أي شيء غريب. شخص يقوم بغسل ملابسه والآن يقوم بالخروج. شكله راه يستنشق هواء ثم عاد لغسل ملابسه من جديد. لا يوجد أي شيء غريب. شكلي فقط أحاول إطالة المقطع بدون فعل. عشان يكون في علمكم، الكاميرات الموجودة في هذا الموقع مش كلها تشتغل بشكل سلس، وغالبا لأن الكاميرات مخترقة. بعد البحث لفترة قصيرة وجدت في الموقع كاميرا أخرى موجودة بتركيا، والآن نحن في محل موجود في تركيا. صراحة شيء غريب أنك تشاهد هذا الشخص هو اللي يشاهدك، لا يعرف أن محله مخترق، والكاميرا التي نشاهدها الآن هي مخترقة. سوف أقوم بتسريع المقطع وأشوف ماذا سوف يحدث. أول شخص دخل المحل، صراحة لا أعرف ماذا يقولون، لأن هذا الموقع اللي يعطيك ميزة أنك تقدر تسمع فقط تشاهد. الآن بعد مشاهدة اللايف سوف نقوم بتغيير اللايف آخر. بعد ما انتهينا من اللايف السابق، الآن سوف ننتقل إلى سويسرا. اللايف اللي بعده فريد من نوعه، لأن اللايف موجود في سويسرا لعش طيور. لا أعرف لماذا يسوون هذا اللايف، لا أعرف لماذا. خلونا ننتقل إلى اللايف اللي بعده، لأن لا يوجد أي شيء جديد سوف يحدث في هذا اللايف. اللايف اللي بعده موجود باليابان. اللايف اللي بعده عندنا لفندق موجود في اليابان. كما تشاهدون الفندق يبدو أنه فندق فخم جدا، لأن يبدو أنه فندق مخصص للسياح على اعتقادي. الآن سوف أقوم بتسريع اللايف وأشوف ماذا سوف يحدث. هل هذا الفندق خالي أم ماذا؟ لا يوجد فيه ولا زبائن، لا أعرف لماذا. سوف نغير اللايف آخر. اللايف اللي بعد اللي راح ننتقل له موجود بإيران. بعد تدويري على لايفات أخرى وجدت لايف موجود في إيران. هذا شيء غريب، أول مرة أشوف لايف موجود في إيران. والله ما توقعت أن يوجد لايف في إيران، لكن اللايف يبدو أنه مشوش. سوف نقوم بتسريع المقطع ونشوف إيش راح يصير في هذا اللايف، لأن يبدو أنه مشوش هذا اللايف كليا. اللايف مشوش بشكل كامل. سوف ننتقل إلى لايف آخر. لكي يكون في علمكم، الآن قمنا بتغيير الموقع الذي كنا نشاهد فيه اللايف السابق. الآن في موقع آخر، الموقع هذا متخصص بالحيوانات. على حسب ما قرأت، هذا اللايف الذي تشاهدونه الآن ليس الموقع. هذا اللايف موجود في لوس أنجلوس كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، في شارع FALV، في مركز إنقاذ القطط في لوس أنجلوس. صراحة ما توقعت أبدا أن يسوون لايف للحيوانات. ما أعرف ليش يسوون هذا اللايف، لكن هذا اللايف ليس مثل اللايف السابق مخترق كاميرا محل. هذا اللايف على المباشر، هم من قاموا بنشر هذا اللايف وعمل.
في اعتقادي أنهم قاموا بعمل هذا اللايف لكي يجمعوا بعض الدعم، لأن في اللايفات اليوتيوب تقدر تدعم أي شخص بالمال. خلونا نسرع المقطع ونشوف إيش راح يصير. ليش ما أقوم بإرجاع المقطع للخلف ل 11 ساعة للخلف؟ واو، الآن لايف في الليل قبل 11 ساعة. لهم مدة طويلة وهم عاملين لايف، ليس مدة قصيرة. خلونا نشاهد ما حدث. الآن بعد مشاهدة اللايف لفترة طويلة، الآن خلونا نغير اللايف ونشاهد لايف آخر، محتوى آخر. وهنا قد نكون وصلنا لنهاية المقطع. أتمنى أن المقطع يكون عجبكم، وأتمنى أنكم تضغطون زر اللايك والاشتراك، وشكرا على الدعم، ونراكم في الفيديو القادم، وإلى اللقاء.